منطقة الجزاء والتدخل من الدفاع الجنوب افريقي. حكمت المباراة ضربة جزاء. نعم رجله كانت ذكية في الكرة الماضية تدفع المدافع الجنوب افريقي لارتكاب خطأ يكلفها ضربة جزاء بريتشينا موغولولا لكن الخطأ كان من العميدة سانيلي. لافو هي التي تدخلت في الكرة الماضية بتهور وتدفع الحكمة للإعلان عن ضربة جزاء. يلا يا زينب كرتك يا زينب. في غياب غزال الشباك من سيتولى تسديد ضربة جزاء لفريق الجيش الملكي. من ستتولى تسديد ضربة جزاء. نتمنى أن تودي فريق الجيش الملكي الهدف الأول في مرمى السيد أنديلي دلاميني حارسة مرمى ماميلودي سان داونز مع السهم الذي يساعد على التسجيل وبلوغ الاهداف في هذه البطوله الافريقيه. فاطمه زهره تاكناوت. فاطمه زهره ستكبرين في هذه الليله، ستصنعين الحدث في هذه الامسيه، ستكونين حقا سيده هذه المباراه لو سجلت هذا الهدف. فاطمه زهره تاكناوت. الهدف الاول للجيش الملكي ب 9 لاعبات فقط. كرة من فاطمة زهرة تاكناوت. لازم تمثيلية أكبر في منطقة الجزاء لاستغلال الزيادة العددية أمام الدفاع الجنوب افريقي. بنزينا وعزة رباح ومعهم البقية. فاطمة زهرة تاكناوت هذه العيون التي تشع أملا تبحث عن نقل الخطورة لمرمى الحارسة دلاميني. الفريق الجنوب افريقي قد يعزف معزوفة الخسارة في هذه المباراة النهائية لو سجل هذا الهدف ولو بلغ فريق الجيش الملكي الهدف. يلا كرة الهدف كرة قد تنقل الملكي لمحطة أخرى من تاريخه. سيكون مهم جدا. كرة من فاطمة الزهراء تلعب كرة. يلا ابتسام جول. الجرايدي جول. ابتسام جول للجيش الملكي. محميد ورموكي وحمدي وحسينة والمريس وفضيلي وبودراع وخيري وعزيز وهدام وشيشة. في مباراة العودة 1-1 كانت المباراة. يلا الرابع كرة الرابع جاي في الطريق جاي. فاطمة زهرة تاكناوت تمر والوضع أمر على فريق ماميلودي سان داونز. كرة تلعب دلاميني. جول شريدي جول. الجول الرابع ممن لبى ونداء. الملعب كله مملوء بمناصري فريق الجيش الملكي يحتفلوا بأبهى صورة بأفضل طريقة بهذا اللقب المهم، بهذا اللقب الثمين، بهذا اللقب التاريخي.